رحل اليوم الثلاثاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، تاركا وراءه إرثا علميا ودعويا كبيرا امتد لعقود من الزمن، شكل خلالها أحد أبرز المراجع الدينية في العالم الإسلامي. وولد سماحة المفتي الراحل في مكة المكرمة في 30 نوفمبر عام 1943، ونشأ يتيما بعد وفاة والده وهو لم يتجاوز 8 من عمره. حفظ القرآن الكريم صغيرا على يد الشيخ محمد بن سنان، ثم واصل مسيرته العلمية متحديا فقدان بصره في العشرينات من عمره ليتفرغ لطلب العلم الشرعي. تلقى سماحة المفتي الراحل علومه على يد كبار العلماء، في مقدمتهم مفتي الديار السعودية الأسبق محمد بن إبراهيم آل الشيخ، كما نهل من علم الشيخ عبد العزيز بن باز في الفرائض وتعلم النحو والتوحيد على أيدي نخبة من العلماء البارزين، والتحق بالمعهد العلمي بالرياض ثم بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث تخرج عام 1945. بدأ مشواره العلمي مدرسا في معهد إمام الدعوة العلمي قبل أن ينتقل إلى كلية الشريعة بالرياض أستاذا مساعدا ثم مشاركا، كما درس في المعهد العالي للقضاء وتولى الإمامة والخطابة في عدد من المساجد أبرزها جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، إضافة إلى مسجد نمرة بعرفة حيث كان من أشهر خطبائه. عام 1987 عين عضوا في هيئة كبار العلماء، ثم أصبح عضوا متفرغا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وفي عام 1995 صدر أمر ملكي بتعيينه نائبا للمفتي العام، ليخلف بعد 4 سنوات الشيخ عبد العزيز بن باز مفتيا عاما للمملكة ورئيسا لهيئة كبار العلماء، وهي المناصب التي شغلها حتى وفاته. قدم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عشرات المؤلفات والدروس الشرعية، شملت الفتاوي وأحكام العقيدة والحلال والحرام، إلى جانب مشاركته المستمرة في البرامج الدينية والندوات العلمية، كما عرف بخطبه المؤثرة في الحرمين الشريفين ومساجد المملكة، وبجهوده في نشر الوسطية والاعتدال. برحيل المفتي العام يودع العالم الإسلامي أحد أبرز علمائه المعاصرين بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والشرعي امتدت لعقود، ليبقى أثره شاهدا في كتب الفقه والفتوى وعلى منابر الدعوة والإرشاد. هذا وأعلن الديوان الملكي وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. ووفقا للديوان الملكي سيصلى على سماحة المفتي في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض بعد صلاة عصر هذا اليوم. ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر هذا اليوم. يعد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أحد أبرز العلماء في المملكة العربية السعودية. ولد في مكة المكرمة بتاريخ 30 نوفمبر 1943، ويعود نسبه إلى أسرة علمية عريقة، فهو من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الدعوة السلفية في الجزيرة العربية. عاش الشيخ عبد العزيز طفولته في بيئة علمية محاطة بالعلوم الشرعية والدينية، فقد توفي والده وهو في سن صغيرة، مما جعله يتحمل مسؤولية كبيرة منذ الصغر، ويشكل شخصيته المبكرة نحو الاهتمام بالعلم والدين. بدأ الشيخ عبد العزيز حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد الشيخ محمد بن سنان عام 1954، واستكمل دراسته الشرعية على يد كبار العلماء في المملكة
من أبرز معلميه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك، الذي درس معه كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والأربعين النووية، كما تلقى العلم على يد الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة، وقرأ على الشيخ عبد العزيز بن صالح المرشد علوم الفرائض والنحو والتوحيد، بالإضافة إلى الشيخ عبد العزيز الشثري الذي علمه عمدة الأحكام وزاد المستنقع. على مدار حياته العلمية شغل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عدة مناصب دينية وعلمية مهمة. تولى منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية منذ عام 1999 وحتى وفاته، كما شغل منصب رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء خلال نفس الفترة. إضافة إلى ذلك كان الشيخ عبد العزيز أحد خطباء عرفة المميزين، حيث استمر في خطابة حجيج بيت الله الحرام في مسجد نمرة لمدة 35 عاما من عام 1992 حتى عام 2015، ليكون بذلك أطول خطيب يخطب في عرفة خلال التاريخ الحديث للأمة الإسلامية. توفي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ يوم الثلاثاء 23 سبتمبر عام 2025 عن عمر يناهز 82 عاما، تاركا خلفه إرثا علميا ودينيا غنيا وتجربة طويلة من العلم الدعوي والخطابي والتعليم الشرعي. وقد شكل رحيله فقدا كبيرا للمشهد الديني في المملكة والعالم الإسلامي، حيث كان اسمه مرتبطا بالحكمة والاعتدال في الفتاوي والخطابات. ساهم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عبر مناصبه المختلفة في توجيه الأمة الإسلامية وتعليمها وإصدار الفتاوى التي أثرت في حياة الملايين من المسلمين في الداخل والخارج. لقد كان له حضور بارز في المشهد الديني السعودي، وكان دائم الاهتمام بتوضيح الأحكام الشرعية وتعليم الناس أساسيات الدين بطريقة مبسطة وواضحة. رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لا يعني نهاية تأثيره، ففتاواه وكتبه وتسجيلاته ستظل مرجعا للأجيال القادمة، وقد ترك خلفه إرثا علميا وروحيا سيبقى حيا في قلوب طلاب العلم ومحب الدعوة. اللهم اغفر له وارحمه، واجعل علمه نورا يهتدي به الناس من بعده، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واسكنه فسيح جناته. انتهى الفيديو. إن أعجبكم انتهى الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.